الناس اللي بتكسر صيامها بكافيين او حتى سجاير ده بيزود الموضوع 10 اضعاف. مين فينا ما عندوش ارتجاع المريء؟ ده حاجه very common في مصر، وللاسف مش عارفين ان احنا كل يوم بنعمل اخطاء مش واخدين بالنا منها بسبب الموضوع ده. ارتجاع المريء هو اصلا مرض بيزيد جدا مع عادات غلط احنا بنمشي عليها طول حياتنا، سواء بعد الفطار او حتى اثناء حياتنا اليوميه العاديه. اول حاجه، ما ينفعش اكل كميات اكل كبيره جدا مره واحده، زي مثلا اثناء الفطار لازم على الاقل اخد بلحه وشويه ميه وبعد كده استنى ساعه عشان اكمل باقي الفطار. تاني حاجه، انا باخد حاجات مش مناسبه لصحتي، سواء كان السجاير او حتى شرب الكافيين. الناس اللي بتكسر صيامها بكافيين او حتى سجاير ده بيزود الموضوع 10 اضعاف. وكمان الناس اللي بتاكل اكل كله زيوت ودهون وما بياخدوش بالهم من كميه الجبن اللي بيحطوها في الاكل او كميه السمنه اللي موجوده في الاكل. وفي ناس طبعا بيكسروا صيامهم برضو بصودا على الريق، وده طبعا حاجه غلط جدا. قولوا لي في الكومنتس لو انتوا عندكم ارتجاع مريء وبتعملوا ايه لما بيجيلكوا الارتجاع في رمضان.